السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي الكرام، مرحبا بكم في شيوات داري مع فاطمة. اليوم عندي واحد الكوموند ديال صابلي، بما أنها كثيرة يعني وصابلي مبسط، قلت علاش لا ما نشاركوش معكم. هنا عندي 4 ديال الزبدة أو 225 غرام، وعندي 2 كيسان مملوئين ديال السكر كلاصي اللي تكون مغربل من قبل. كنضيفو مباشره على ديك الزبده، والزبده من الاحسن انها تكون داخل يعني تكون واخده درجه حراره المطبخ باش تساعدكم تخدموها مع السكر حتى تولي على شكل بوماد. وهنايا عندي 2 كيسان ديال زيت المائده، يعني تا هما بعبار كاسه العنبه، وكنزيدو شويه ديال الملح. بالنسبه للنكهه انا غادي ندير النكهه ديال الفاني اللي كتعطي للصابلي واحد النكهه لذيذه وفي نفس الوقت كتعطيه واحد القرمجه. سبق لي وحضرت معكم صابلي ودرت فيه النكهه ديال الناطا، كانت كميه قليله. وتنتوما الا جاتكم الكميه كثيره غديروا غير نص ديال المقادير. وبالنسبه للزبده والزيت غادي تحاولوا انكم تدخلوا ديك الزبده في الزيت، يعني من الاحسن كما قلت لكم تكون واخده درجه حراره المطبخ، وتخدموها غير مع السكر حتى تخدم مزيان. عاد تزيدوا عليها الزيت. وهنا كندير 2 بيضات حجم متوسط، وكنحاول انني نخدمها مزيان مزيان، من حيتاش الزبده الا كانت بارده كيبقاو يبانوا دوك الحبيبات ديالها في الصابلي الا ما كانتش يعني تخدمات مزيان. وهنايا كنديروا الدقيق، يعني كنبقاو تنوضعوا الدقيق بشويه بشويه، وحنا يعني ما ندلكوش العجين، فقط كنجمعوا العجين باش ما يتشققش معاكم. تحاولوا تجمعوه بالاطراف ديال الاصابع. بالنسبه للدقيق هنايا عندي الكميه حسب الخليط، غادي تشوفوا الخليط معايا كيفاش كيجي. ومنين كنجمعوا الكل كنديروه كويرات. كتشوفوا الخليط معايا كنديروه كويرات ونديروه في بلاستيك غذائي وندخلوه للثلاجه ونخلوه نص ساعه حتى يرتاح، عاد نبداو نخدموه. من بعد ما دازت نص ساعه كناخذوا واحد البلاستيك ديال غذائي اولا ورق المطبخ، وكنسرحوا فيه وكنعاودو نوضعوه من فوق، يعني كنديروا كويره وتنديروا نفرشوا من الفوق ومن الاسفل باش ما يتلتصقش لينا. وهنا كندهن الطاوه في الزيت بالزيت عفوا، وكنبدا كنحط فيها. وهنايا كتشوفوا قطعتهم دوائر وبديت كنقطعهم على شكل هلال. والقياس انا عندي هنايا يعني ما غليتش بزاف لانني بغيتو يكون رقيق شويه وما فيش الخميره. كنتمنى ان التصوير يكون واضح لكم. يعني انايا كنشكل هاد الدوائر على شكل وريضات، كنزينهم بالشكلاط. وكنتمنى هاد الصابلي يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش تخليو ليا جيم من الفيديو وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب والاصدقاء، وكتبوا لي في الكومونتير كيفاش جاكم الصابلي ديالي. وشكرا لكم ولهلي خدتكم بزاف بزاف. شكرا لكم على المشاهدة ديالكم، وخليكم معايا حتى لاخر فيديو باش تشوفوا الصابلي كيفاش كيجي. وبالنسبه لهادشي اللي كيتبقى كنعاودو نجمعوه نديروه كويره ونحطوه في واحد البلاستيك ونخليوه تيرتاح. وكناخذوا عاوتاني كنخليو داك البلاستيك داك الكويرات في الثلاجه حتى كنحتاجوهم، يعني حتى كنبغيو نخدموا بهم. وكنبقاو مستمرين كنحضروا الشوكولات يعني ديالنا. سمحوا لي يعني حتى الاضاءه شويه ناقصه لان صورته بالليل. انايا كناخذوا الشوكولات كالا كندوبوه في حمام مائي، وما وضعت فيه هنا لا زيت لا حتى حاجه. عندي هنا الشوكولات ابيض، وبديت كنديرو في هاد الليمون اللي تيكونوا على شكل ورده، وكنبقى ندخل الثلاجه حتى كنكمل الكميه اللي بغيت انا. نتوما تقدروا ديروا شوكولات اسود اولا تقدروا تلونوا هاد الشوكولات الابيض، تقدروا تلونوه باي ملون بغيتو. وانا سمحوا لي يعني كنقص لكم بزاف الحوايج لانني ما كنبغيش الفيديو يجيكم طويل او ممل.
هنايا ملي كنخرجوا الصابلي ديالنا من الفران يعني تيكون ذهبي. بالنسبه للفران تيكون مسخن من قبل، كنوضعوا فيه الصابلي وكنردوا معاه البال حتى كيبدا يتحمر لينا من التحت، وكنهبطوه للاسفل وكنعاودوا نحمروه من الفوق. هنايا غادي تاخذوا واحد 2 معالق ديال الجليكوز. انايا عندي الجليكوز هنايا قليل، هادشي هاد الكميه هي اللي تبقات لي درتها. تاخذوا 2 معالق كبار ديال الجليكوز، يعني كل جليكوز كتر من العسل باش يتلصق لكم مزيان، حيت هاد العسل والجليكوز كيلصقوا الصابلي يعني مزيان. تاخذوا الكميه ديال الجليكوز كتر من العسل. انا هنا درت 2 معالق ديال العسل وسخنتهم مع الجليكوز وبديت تلصق بهم. وتزين حسب الرغبه، انا زينت بداك الشيء يعني اللي متوفر عندي. وهاد الصابلي يعني جاني في اخر لحظه، ما كنتمنى انه يعجبكم وخلاص. هنايا كنبقى تندير حتى كنكمل الكميه اللي عندي. وكناخذ بالنسبه للهلال كناخذ ليه شويه ديال الكاوكاو مهرمش، عفوا كاوكاو كناخذو كنحمرو في الفران وكنهرمشو، كنخلي فيه واحد شويه ديال كاوكاو بقشره ديالو باش كيعطينا داك اللون. والما باقي كنفسخوه وكنطحنوه في الطحانات، كنهرمشوه مزيان، اولا كنديروه في مهراز اولا كنديروه في واحد البلاستيك وكندقوه بالمدلك. وهنايا كتشوفوا انني درت شكلاط اسود فقط باش نوريكم كيفاش كتجيب شكلاط اسود. اما بالنسبه للكوموند اللي عندي فقط فيها شكلاط ابيض. وحدات واحد الحلوه ايضا، يعني واحد السيجار كتجي حتى هي زوينه، ولكن تحذف ليا النص ديال الفيديو ديال المقادير. مره اخرى ان شاء الله نحضرها معكم في فيديو جاي ونصورها لكم، لانها حتى هي كتجي بسيطه جدا وكتجي زوينه. وبالنسبه للهلال كان حتى هو كنلصقو بالجليكوز والعسل. نتوما تقدروا ديروا مربى اولا اللي عجبكم. كما كتشوفوا كاوكاو يعني رمشته شويه وخليت فيه واحد شويه القشره باش يعطي داك الشكل الجميل. وهذا هو الصابلي ديالنا، كنتمنى انه يعجبكم. وإلا عجبكم ما تنسوش تخليو لي جيم الفيديو وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب والاصدقاء وتكتبوا لي كومنتير. وبسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، وخليتكم في امان الله وحفظه وتهلاو في ريوسكم.